ساكاموتو في المكان، الأسطورة اللي ملهاش عنوان، بارد جامد مش محتاج كلام، كل خطوة بيعملها بتهز كل الأركان، كان الفجر اللي مفيش منه، ولو بتسألني اللي فيه كان عشان كان زمان، لأنه دلوقتي وقع في الحب. الدنيا لفت والحياة اتغيرت، الست اللي حبها قلبته إنسان، والزواج نزع منه التاج. ولو مش فاهم حاجة فاستعد يا صديقي، لأن القصة دي هتعمل قلبان، لأن دي حكاية ساكاموتو داي، حكاية رجل بين الماضي والحاضر. عشان بقى تفهم كل حاجة ما تنساش صلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ. في يوم من الأيام في قاتل مأجور، وكان يعتبر الأعظم بين القتل والأقوى في التاريخ، والشخص الجامد ده بقى بيكون بطلنا سارو ساكاموتو. بنشوف مشهد ليه وهو مقتحم احد الاماكن وبيرمي اشخاص من الشبابيك، وشغل علي ساعات كميه اشخاص كتير في المكان. واول ما بيعرفوا انه ساكاموتو بيحاولوا انهم يقتلوه على طول، ولكن دول لسه ما بيلحقوش يخرجوا مسدساتهم، واذا وفجاه بيلاقي ساكاموتو بيعدي من وسطهم بسلاحه بسرعه خرافيه. الواد لسه بيبص حواليه بيلاقي راس صاحبه طايره وبتديله تعظيم سلام ومش موجود نهائي. ونفس الكلام ده بيحصل للباقيين اللي معاه كميه عظمه وفخامه لا توصف في هذا المشهد. ولكن ده مش غريب على المجنون ساكاموتو، اللي بنعرف ان كل الاشخاص والقتله المأجورين التانيين كانوا بيخشوه وبيهابوا حاجه اسمها ساكاموتو. ولكن في يوم من الايام راح ساكاموتو لسوبر ماركت زي اي شخص عادي علشان يشتري طلبات لنفسه، وبالصدفه بيقابل واحده بتعجب وبيقع في حبها بالكامل، لدرجه انه بسبب ده تقاعد عن العمل واتجوزها، وكمان رزق منها بطفل. ولكن للاسف المشكله انه كمان زاد وزنه وبقى شبه البطه البلدي، وبقى دلوقتي عايش في ضواحي طوكيو. في اللحظه دي بنشوف شخص واقف في مكان عالي وبيقول هو بقى ده متجر ساكاموتو، انا كنت ببحث عنك في كل مكان. ده هو سيد فعلا، بس سيد ابن عمتي. معلش بقى سيد، انا مش هزر تاني في فيديوهات يا جدعان خلاص. وفي الوقت ده بنشوف ساكاموتو وهو قاعد في المتجر بتاعه ومروق على حاله، وبيدخل عليه طفل وبنشوف هو بيقول انه هيلعب لعبه السهم، واللي لو صاب الهدف هياخد عصير مجاني على حساب المتجر. ساكاموتو اصلا واقف مبلم ومش بيرد عليه، والواد بيبدا يلعب. وفي اللحظه دي بتدخل عليهم زوجته وبتقول له الواد ده بقى بيجي كتير الايام دي، وبنشوف الواد مش بيقدر يسيب الهدف، فبيطلب من ساكاموتو انه يجرب مره تانية، ولكن هو بيميل علشان يجيب السهم. شنطته بتتفتح بالغلط وكل الحاجات اللي فيها بتقع، ومن ضمن الحاجات دي بيكون معاه حبر، وصدمه انه بيجي على بنطلون احد الزباين. ولسه الواد هيتاسف للشخص ده، بس بيكون الظاهر عليه انه عصبي حبتين، بيمسك الواد وبيبدا يشلوح فيه وبيقول له انت عبيط يا البنطلون باظ بسببك عليا. لا 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 ولسه هيكمل كلامه وهيهزق الولد، بنلاقي ساكاموتو وزوجته شايفين كل ده. بتشوف الشخص ده خلاص اتجنن وبيقرر انه يدشمل الواد، ولكن بيجي ساكاموتو على اخر لحظه بيمسكه من ايده وبيوقفه. الشخص ده لسه هيتعصب عليه، واذا وفجاه بنشوف ساكاموتو بيكون مع قلم وبيرشقه في حلقه، ولكن بنعرف ان ده ما بيكونش حقيقي وبيكون تحصل في مخيله ساكاموتو، وانه واقف عادي والزبون بيمشي من المكان، والواد بيشكر ساكاموتو. وبعد ساكاموتو بيكون سعيد جدا لانه لحق نفسه على اخر لحظه. ولكن بنتفاجئ كمان ان الشخص اللي شفناه قبل كده بيكون قاعد على طاوله المتجر، والظاهر انه عارف ايه اللي عاوز يعمله ساكاموتو، وبيقول ثقب الشريان السباتي للقتل، انا عارف طريقه الاغتيال دي كويس. وبيقول له كمان عدى فتره طويله يا سيد ساكاموتو. وبنعرف ان الشخص ده بيكون اسمه شين. هنا ساكاموتو بيبلم شويه وفجاه بيقوم مد دواد ضربه قويه مبوظه بيها وشه، ولكن ده برضه بيحصل في مخيلته. هنا الواد اول ما بيعرف اللي عاوز يعمله ساكاموتو بيمسك وشه وبيقول له انت عبيط يا عم، انت اول مره تشوفني في عاوز تقتلني، انا هو شين اللي كنت شغال معاك، نسيتني ولا ايه؟ وبنعرف ان شين عنده قدره انه يقرا افكار الاخرين. ساكاموتو اصلا بيطنش كلامه وبيقول له ما تقعدش هنا يا ابن الجزمه، وبعدها بيقعدوا مع بعض. وبيفهم شين ان الاشاعه حوالين ساكاموتو صحيحه، وانه فعلا تقاعد عن كونه قاتل ماجور وفتح متجر. وبنشوف شين وهو بيترشى انه يرجع لعالم القتل، لان دي مضيعه لمهاراته، وفوق كل ده بقى بطه بلدي. ساكاموتو لسه ساكت على مبدا الصمت بتاعه، وبيودي وشه بعيد بطريقه لا مبالاه، وبيفهم منها شين عن طريقه قدراته انه مش عاوز يرجع كقاتل. وده بيضايق شين اللي بيقول له في يوم من الايام كل الاشخاص السيئين وغيرهم كلهم كانوا بيخافوا منك، كنت اسطوره، انت كنت اسطوره من ضمن الاساطير، ازاي تحولت كده وبقيت شبه المفتش كرومبو. ساكاموتو ميطنشه بالكامل وبيمسك علبه نودلز وبياكلها. يا اخي ايه كميه البرود واللامبالاه اللي عند اهلك دي؟ المهم شين بسبب انه خلاص جاب اخره منه بيقرر انه يولع سيجاره، واثناء ما بيولعها لسه هيقول له انت بقيت نكره بالنسبه لسابق عهدك، بيلاقي السيجاره حرفيا اتفشخت. واللي بيكون عمل كده هو ساكاموتو اللي بيبص له بهاله سوداويه وغضب والنودلز في بقه.
وبيشاور له على لوحه وراه وبنشوف ان مكتوب عليها ممنوع التدخين. شين حرفيا من الصدمه بيبلم وبيقول في عقله انه الرساله وصلت، بس بيتفاجأ اكتر ان ساكاموتو لسه ما زال سريع زي ما كان. ولما بيقرا عقل ساكاموتو بيلاقيه بيقول ممكن يكون وزن زاد ولكن اقدر اقتلك في ثانيه. وفي اللحظه دي بنشوف فجاه شخص راكب عجله وبينادي على ساكاموتو بيتاسف له انه قطعه وبيقول له انه عايز مساعدته. شين على طول بيقول الراجل ده عبيط ولا ايه، زي يتجرأ انه يطلب المساعده من السيد ساكاموتو، شكله نوى على موته. ولكن ساكاموتو بيحطم كل اللي بيفكر فيه وبيروح يساعده، وبنعرف انه شغال مع الكل، بيروح يقلم الاظافر ويكسر الشجار ويساعد الاطفال. وبيقول لي شين لازم تفضل فاكر ان التدخين ممنوع. وبنعرف ان ساكاموتو بيساعد اي شخص محتاج للمساعده وبيساعد بصدر رحب. وبتشوف شين وهو بيقع من طوله من الصدمه لما بيعرف انه عمل كل ده، وبيقول ضيعت الهيبه يا ابن الجزمه. بس بيقول في نفسه ان ساكاموتو اكيد بيعمل كده عشان يخفي هويته الحقيقيه وينخرط في المجتمع. طبعا يا صديقي انت هتلاقي نفسك عذر طالما بتحب حاجه، المعروف لا يعرف. بس بيكون شايف الموضوع فظيع وبيقول شخصيتك الجديده دي هتكون مهزله بمعنى الكلمه. ولسه هيقرر يمشي بيلاقي الطفل اللي مع ساكاموتو بيحدفه بالسهم في دماغه وبيجري، بينما ساكاموتو بيعمل نفسه عبيط. وفعلا شين بعدها بياخد عربيته بيمشي، واثناء ما هو ماشي في الطريق بيفكر في مدى الخساره لسيده ساكاموتو، انه بقى شخص رقيق قوي عن اخر مره شافه فيها. ولكن بنعرف انه في نفس الوقت بيكون لسه معجب بيه وانه شخص فشيخ من وجهه نظره، وانه على الرغم من وزنه الزايد الا ان هالته قويه، وبيتمنى لو يرجعوا يشتغلوا تاني عشان يشوف الفجر بتاعه. وابن العبيطه بشده الحماس هيكون هيدوس الناس. وفجاه تليفونه بيرن وبنكتشف انه بيكون الزعيم بتاعه اللي بيساله هل اقنع ساكاموتو انه يرجع للشغل من تاني او لسه. ولسه شين هيقول له انه ما يعرفش، بيساله طيب قتلته ولا لا. شين هنا بينصدم من السؤال، بيحاول يفك الدنيا وبيقول له ايه يا زعيم، هو لازم اضربه يعني؟ ده بقى تخين دلوقتي وشبه البرميل ومستحيل يكون تهديد. هنا بيظهر لنا الشكل الزعيم اللي بيقول له اسمعني يالا، انت عارف القواعد كويس، اللي بيسيب المنظمه لازم يموت، وساكاموتو خالف القواعد فمصيره هيكون الموت. وفجأة بيقول له اسمعني كويس يا قط، انت في اشخاص كتير تقدر تنجز المهمة دي، فلو مش هتقدر فهبعت الاشخاص اللي يقدروا هيفشخوك انت وهو. شين لما بيلاقيه بيبرطم كده فبيقفل في وشه وبيقول له اخرس هي ناقصه صداع يا عم انت. بس ما بيلاقيش خيار تاني قدامه، وبيقول ان لو مش هو اللي عملها فالمجنون ده هيبعت حد تاني يخلص عليه. وفعلا بياخد مسدسه وبيبدا يروح لمتجر ساكاموتو، وبنشوف الزوجه وهي بترحب بيه ومش عارفه ايه اللي فيها. ولما الطفل اللي معاه بيساله اذا كان يلعب معاه فبيطنشه بيقول له انا اسف بس دلوقتي حان وقت الحرب. وابن المجنون بيكون معاه سلاح في ايده وبيدخل على ساكاموتو في المتجر وبيقول له اسمعني كويس، شكل كده همشي من البلده. وبتظهر عليه علامات الغضب وبيقول له علشان كده هتوقف عن احترامي ليك. وبسرعه بيخرج مسدسه وبيطلق نار عليه. ولكن كلنا بنتفاجأ بالمجنون ساكاموتو اللي بيصدق اول ما بيتف البانه من بقه وبيشتت اتجاه الرصاصه حرفيا تحت صدمه شين اللي بيكون مش فاهم حصل ازاي. ولسه هيطلق مره تانية بيلاقي ساكاموتو حادف عليه ايس كريم، ولكن شين بيقدر يتفاداه. وبنكتشف ان ده تمويه من ساكاموتو علشان يستخبى، وبيكون شين عاوز يعرف مكانه عن طريق انه يقرا افكاره ولكنه مش بيقدر. بنشوف ساكاموتو بيخرج لبان مدور من الكيس من الاستيك اللي معاه وهاتك يضرب، بيفضل يضرب فيه لبان كله رصاص. شين بيحاول يتفادى الطلقات ولكن بيتفاداها بصعوبه، ولسه هيخرج راسه علشان يضرب عليه بالمسدس بيلاقي ساكاموتو بكسفتيره. بيقعد شين يدور حواليه، فجأة ساكاموتو اصلا بيدور وراه وده مش عارف خالص. ولسه شين بيقرر انه يغير مكانه، واقف فجأة بنلاقي ساكاموتو مديله ركله مدمره بيدمر بيه المتجر. وبعد مرور بعض الوقت لما بيصحى بيتفاجأ لما بيلاقي نفسه على السرير ومعمول له كمادات، وبنتفاجأ بزوجة ساكاموتو وبنته اللي بيكونوا فرحانين انه صحي. شين ما بيكونش مستوعب لدرجه انه بيقعد يتلف حواليه زي العبيط وبيفهم انه في الطابق الثاني من متجر ساكاموتو. وبعد ما بيجي العشاء بيقرر ساكاموتو وزوجته انهم يعزموه على الاكل، وبتساله زوجة ساكاموتو اذا كان عاوز طبق كبير من الرز ولا طبق ضخم ولا شبع. شين اصلا لسه مش مستوعب حاجه، بيقول لها ايه يا حاجه يا ست الكل، بيقول لها اي حاجه يا ست الكل اللي يجي منك ابقى كتر خيرك يا حاجه. وبيبداوا اكله، وفي اللحظه دي شين ما بيكونش فاهم اللي بيحصل وان مهمتهم خلعت وايه اللي حصل والاكل ده مسموم ولا ايه. بس اول ما بياخد اول معلقه حرفيا بينبض بالحياه من جمال الاكل، وبيقول في نفسه ايه الجمدان ده، ايه الحلاوه دي، ايه الدلع ده بقى. وبنعرف من زوجة ساكاموتو ان ساكاموتو تعبيراته كانت مماثله لما دق اكلها. وفي اللحظه دي بنشوف شين وهو بيقول في نفسه ايه الشعور الجامد ده، انا طول عمري عملي كقاتل مأجور ما جبتش حاجه زي دي قبل كده. وبيفهم اخيرا هو ليه ساكاموتو اعتذر عن القتل، وده علشان يحمي حياته اليوميه الهاديه. وبعد ما بيخلصوا عشاء شين بيشكر ساكاموتو على الاكل، وساكاموتو بيشاور
بيشاور له على لوحه المتجر بابتسامه واللي مكتوب فيها يبقى ارجع مره ثانيه. هنا بيبتسم شين وبيقول في نفسه من هنا ورايح بعد كده ماليش اي دعوه بسيدي ساكاموتو. بنعرف بعد كده انه بيروح لزعيم العصابه وسط كل المقاتلين المأجورين وبيكون عاوز منه طلب. الزعيم بيقول له في كل غرور كده انت عجزت في انك تحطم ساكاموتو، ده انت اثبتت لي انك قمه في العار. وفجاه بنشوف شين بيركع له بيطلب منه انه يسيب ساكاموتو يعيش مع عيلته بسلام. هنا الزعيم بيقعد يتمسخر عليه وعلى اسلوبه وبيساله هو ليه بيدافع عنه بالظبط. فبيقول له شين ان ساكاموتو دلوقتي بقى معاه بيت وعيله. فبيستغرب الزعيم شويه وبيقول ان ساكاموتو خالف قواعدنا في عالم القتل وتخلى عن كل مسؤولياته فعلشان كده لازم يموت. وفجاه بنتفاجئ بشين بيرفع المسدس بيقول له خلاص لو توجب على اي حد انه يتحمل المسؤوليه فالحد ده هيكون انا وهموت، وفي المقابل سيب عيله ساكاموتو. لما بيسالوا الزعيم هو ليه بيتمادى للدرجه دي فبيقول ان ده تمن رفعه للمسدس في وش البطل بتاعه واللي هو ساكاموتو. ايه يا عم شين كميه الاحترام دي؟ هنا الزعيم بيسكت شويه وبيقول له يا عم خلصانه اقتل نفسك وانا هغض البصر. ولكن ابن الهرمه بيكون من جواه بيكذب وفعله بيقول انت عبيط يلا اعملها لو انت مصدقني. وفي اللحظه دي شين بيقدر يقرا افكاره وعلى طول بيوجه المسدس ناحيته وبيقول له انا سمعتك يا حيلتها. هنا الزعيم نسي ان شين بيقدر يقرا الافكار. هنا الزعيم بيطلب من اللي معاه انهم يقتلوه فورا وهنا بيفهم شين ان ما عندوش خيار تاني ولازم يقاتل. وفي اللحظه دي بنتفاجئ بالمجنون ساكاموتو بيكون سامع كل اللي بيحصل ده والظاهر كده انه حاطط مايك تجسس على شين. وبعد ما بنشوفه بيحط المفتاح بتاعه في مكان في الخزنه بيكتب كلمه سر وهنا تحدث المفاجاه. ايوه لم يتخلى عن نفسه القديمه، كميه اسلحه لا تعد ولا تحسب. يبدا يجهز نفسه وبيقول لهم انا جاي لكم يا اولاد الجزمه دي هتبقى مدعك. وبنرجع مره تانيه لصاحبنا شين اللي بيكون مستخبي والزعيم والعصابه اللي متفاجئين انهم قادرين يلاقوه، وده بسبب انه بيقدر يقرا تحركاتهم كمان. وبتكون ذاكره شين خلاص قربت تخلص فعلشان كده بيقرر انه يتحرك من مكانه. ولكن بنتفاجئ بواحد من العصابه بيكون شايفه لسه بيقرر يطلق عليه وبنلاقي شين بيقدر يقرا افكاره وبيقتله فورا ولكنه في المقابل بيتصاب. شين خلاص ادرك انه ميت لا محاله. ولكن واذ وفجاه بيكهرب كل الموجودين. بنتفاجئ انه بيكون بطلنا ساكاموتو ولسه واحد هيبص عليه علشان يقتله حرفيا بيكون اتصعق وبيجيبهم كلهم على الارض تحت صدمه وتفاجؤ شين. الزعيم اول ما بيشوف ده ساكاموتو بيتصدم هو كمان وفورا بيامر كل اتباعه انهم يقتلوه. ساكاموتو حرفيا بسرعه مجنونه بيمسك واحد منهم بيديله لكمه قويه بيكسر بيها المسدس بيخلي وش الواد ياخد سكرين شوت. الواد حرفيا بيقع على الارض مش بيستوعب اللي حصل. في اللحظه دي واحد تاني بيحاول يغفله بسلاح ابيض ولكن ده ساكاموتو يلا بهالة سوداويه بيمسكه من دراعه وبيفشخه. ساكاموتو بيرميه على الارض وبيمشي قدامه ولا توماس شيلبي في نفسه. هنا بيزعق الزعيم في اتباعه بسبب انهم بيهجموا بشكل منفرد ودول لسه بيفكروا انهم بس يستخدموا اسلحتهم. وبنلاقي ساكاموتو مخرج خنجر وبسرعه كبيره بيقطع المسدسات بتاعتهم وبيخلص عليهم في لمح البصر. بيمسك الزعيم وبيقول له غور انت بينهي امره. ايه يا عم كميه الفخامه دي؟ حرفيا وسط ذهول ودهشه كل الموجودين. وهي دي قصه وقدره القاتل المأجور تارو ساكاموتو. بس هنا بيدرك حاجه واللي هو شين بيقول دي خد ثواني اذا عرفت ان انا هنا. ساكاموتو بيعرفه انه كان بيراقبه. شين خلاص هيقول له هو خد قراره ولكن وفجاه بنلاقي ساكاموتو مديله اللبس بتاع الشغل. شين بيملم وبيقول له احي عايزني في ايه؟ وفعلا بنشوفه بيبدا شغل معاه في المتجر وبيكون لسه هيستوعب الموضوع. بيبدا خناق من اولها وبيقول له خف اكل رامن جنبي القميص لسه جديد. واثناء ما بيلاحظ ان عندهم نقص في الرامن بيلاقي زوجة ساكاموتو وبنتها بيدخلوا عليه وبيقولوا له على فكره اللبس جامد عليك جدا. واثناء كده بيلاقي عجوز وبالصدفه بتكون عايزه حاجه فبيروح يجيبها لها والكل بيكون فرحان بيهم. بيسمع شين افكار الولد واللي بنعرف انه متضايق من وجوده وبيبداوا يتكلموا مع بعض. والولد بيسال شين اذا كان مستمتع بالشغل هنا فبيقول له مستمتع مع انه مش عارف ايه اللي بيعمله هنا. ولما بيسالوا الولد عن ايه شغله السابق بنشوف ساكاموتو بيقول في عقله لو ابوك راجل قولها وهتلاقي نفسك متوقف. شين بيقدر يسمع افكاره ومن الخوف بيقول للولد كنت بقوم بقى عملت تنظيف ايوه طبعا يا حبيبي تنظيف. وكده بتكون دي هي الطريقه اللي شين اتوظف بيها عند ساكاموتو. وبنكمل بعد عمل شين في متجر ساكاموتو بنشوفه بيتكلم على اخر قتال حصل لما ساكاموتو انقذه من المنظمه وبيقول له يا اخي انا اول مره في حياتي اشوف قتال خرافي زي ده انت فاجر فشخ يا اسطى. ولكن لما بيقول له هو مبسوط ومتشكح كده انه قتل اغلبيتهم بضربه واحده بتسمعهم زوجته وبتسمع كلمه قتل وبتقول لساكاموتو وهي متعصبه وهتقول لي انك ناوي ترجع لكونك مختال. ساكاموتو بيعملها على نفسه من الخوف وبياكد لها انه مش ناوي يرجع وبيقول لها مين العبيط اللي قال لك كده.
شين بياخده على جنبه بيقول له بس انت قتلت كتير، فبيقول له اسكت اسكت يا ابن الزار ما هتفضحنا، وبعدين انا اتجنبت الاصابات المميته. فبتقدر زوجته برضه انها تسمعهم وبتقول له بغضب انه اوعى ينسى الوعد اللي بينهم وانه لو خرج قاعده العائله فهيتطلقوا. هنا حرفيا كلمه طلاق بترشق في عقل ساكاموتو في قلبه من الخوف، هو بيقول لها مش هيحصل عليا الطلاق ما هنتطلق. فبيعجبها رده وبتهدى وبتقول له انها خلاص هتروح تنظف قدام المحل. وبعد ما بتمشي بنشوف شين وهو بيسال ساكاموتو عن ايه قاعده العله دي بالظبط، وفي اللحظه دي على طول بنشوف ساكاموتو وهو بيتخيل انه راشق القلم في رقبه شين، ولكن بيطلع تخيل وبيزعق فيه شين وبيقول له يا عم ارحم امي انت كل شويه عاوز تقتلني ليه؟ فبيقول له يخلص وما يجيبش موضوع القتل ده تاني. وبعدها بنشوفهم هما الاثنين بيتمشوا في حي نكتة الصيني، وبيكون شين مبهور بحجم المكان لان دي اول مره ليه، وبنعرف انهم يقول هنا علشان يجيبوا البضاعه. ولما بيستغرب شين هما ليه قطعوا المسافه دي كلها، فبيتفاجئ لما بيلاقي ساكاموتو بيشتري اكل، وكان هدفه الاساسي من جايتهم لهنا هو شراء الاكل مش البضاعه واللي بيكون اسمه خبز اللحم. ولسه شين هيزعق معاه فبيقول له ساكاموتو انه جايب الاكل ده علشان بنته وزوجته يوري. فشين بيعجبه جدا اعتزاز ساكاموتو بعيلته، ولسه هيساله ايه بتكون قاعده العائله اللي قالت عليها زوجته اوي من شويه. ولما ساكاموتو بيطنشه فبيقول له ان الموضوع ده شغال في دماغه اصلا، ولكن واثناء ما بيتكلموا بنتفاجئ ببنت بتنط من فوق المبنى وبتنزل على ساكاموتو اللي ما بيكونش همه غير خبز اللحم اللي باظ. وبيحاول شين انه يهديه وبيحاول انه يرجع الخبز زي ما كان، ولكن ده مستحيل. بس واثناء ما بيعملوا الهبل ده بنشوف شويه اشخاص بيوصلوا شكل كده معاهم حوار كبير مع البنت دي، واللي بنعرف ان اسمه هو شاوتانغ واللي بتكون صينيه الجنسيه. ولما الاشخاص دول بيقولوا لها انهم هيقبضوا عليها مهما راحت فين، فبتقول لهم انها مستحيل تسمح لشويه رعايه زيهم يقبضوا عليها. بينما في اللحظه دي بنشوف شين وهو بيقول ان ساكاموتو شكلهم كده اتورطوا في موضوع كبير، ولكن ساكاموتو ما فيش حاجه همه غير الاكل اللي باظ، وبيفكر ازاي هيكون رد فعل عيلته لما يشوفوه. شين بيقول له ده مش وقته يا ابني، ولكن في اللحظه دي بيكون الاشخاص دول بيهجموا على البنت، واللي بنتفاجئ انها بتكون قويه جدا وبتقدر انها تتصدى لهم وتفشخهم بكل سهوله. هنا شين بيعرف على طول انها متقيه لتاي كيوكن، ودي نوع من انواع فنون القتال الصينيه. هنا بنشوف بقيه الاشخاص خلاص بيحوطوها، ولكن بتقدر تفلت منهم بحركات جنونيه، بتخضع عليهم واحد ورا الثاني. ولكن واثناء ما بتفكر بنتفاجئ واحد منهم بيجي من وراها وبيغفلها وبيقدر انه يمسكها، وبننصدم بالشخص الثاني بيقوم وبيخرج سلاح وبيقرر انهم هيقتلوها. البنت بتحاول انها تهرب من اللي ماسكها ولكن بدون فايده. الشخص ده خلاص بيهجم عليها بسلاحه، ولكن بنتفاجئ بساكاموتو بيمسكه باداه الطبخ اللي معاه وبيكسر له بيها السلاح بسرعه كبيره، بيقتلوا ضربه بيفشخه. بينما بيجي شين من ورا الشخص اللي ماسك البنت بالشنطه اللي معاه وبينزل على البلحه بتاعته بيجيبه الارض. الشخص الاخير بيكون معاه مسدس وبيهدد شاوتانغ انها ما تتحركش والا هيقتلها، ولكن دي ما بيهمهاش حاجه، وفي ثانيه الا ثانيه بتقدر انها تاخد المسدس منه بحركه جامده جدا بتطيره بعيد. هنا شين بيكون منبهر جدا بقوتها، بينما ساكاموتو ماسك الاكل ومتحسر عليه. ولكن في اللحظه دي بنتفاجئ بالاشخاص تانيين بيوصلوا المكان بيقرروا انهم يقبضوا عليهم، ولكن دول بياخدوا ديلهم في اسنانهم وبيهربوا على طول. البنت ما بقتش فاهمه حاجه، بتقول لهم انتوا مين يا ولاد الجزمه؟ وبعد كده بنروح لواحد من الشركات اللي اسمها دان، بنشوف واحد وهو بيبلغ الرئيس بتاعها ان البنت اللي شاوتان قدرت انها تهرب منهم مع الاشخاص. هنا بنشوف الرئيس بيتعصب بيقول له ازاي ده يحصل وانهم قتلوا ابوه وامها علشان يحاصروها وفي الاخر مش عارفين يقبضوا على بنت زي دي. ولما بيسيبوا بيقول له انه هيتصرف، وفجاه راسه بتتقطع في مشهد يحبس الانفاس. بنشوف الشخص اللي قطعها وهو ماسك الراس وبيقعد يلعب بيها زي المجنون، وبيجي كمان شخص تاني بس بيفهم انه يخف لعب بجثث الناس، وبنعرف ان الاتنين دول بيكونوا قتله متسلسلين توأم. وبنشوف رئيس الشركه وهو بيطلب منهم انهم يجيبوا المفتاح اللي مع البنت اللي اسمها شاوتانغ مهما كلف الامر، لان بحصولهم عليه هتكون في ايديهم ثروه لا تعد ولا تحصى. التوأم بيوافقوا على طلبه وبيقرروا بهاله شيطانيه انهم يقتلوا اي حد يعترض طريقهم، وبنروح لساكاموتو واللي معاه وهم بيهربوا من الاشخاص دول. واثناء ما بيهربوا بنعرف ان البنت دي بتكون من عيله مافيا وكمان من عيله لو المشهوره. هنا شين بيقعد يصرخ زي العبيط اول ما بيعرف ده، ولما بيسالها هم ليه الاشخاص دول بيلاحقوها بالظبط فبتطلع له مفتاح وبتقول له ان هو ده السبب، واللي بيكون مفتاح لخزنه عيلتها المخفيه وان ابوها وامها امنوها عليه. ولما بيفهمها شين انه لازم تديهوله وتخلص لان لو مات فده هيكون بدون فايده، باين عليها الغضب وبتقول ان ده مستحيل، وبتقول كمان بصوت حزين ان ابوها وامها ماتوا عشان يحموا المفتاح ده بحياتهم. وفي اللحظه دي بنفتكر لما كانت معاهم ونتيجه قتالهم مع العصابه المكان كان بيولع، وابوها وامها طلبوا منها انها تهرب وهم هيتصدوا للعصابه، وفعلا شاوتانج عملت كده ولكن كان عينيها مليانه بالدموع. وبنشوفها وهي بتقول لشين انها لو اتخلت عن المفتاح ده فكده معناه انها هتضيع تعب وتضحيه عيلتها على الفاضي، بس بتقول لهم كده كده مالهمش علاقه بالمسافه وبتعتذر منهم على تورطهم معاها. ولسه شين هيلحقها فبيوقفوا ساكاموتو وبيسال البنت لو بتعرف تحضر خبز اللحم. هو ده وقته يا عمنا؟
المهم البنت بتستغرب بس بتقول ان ابوها علمها وممكن تعمله عادي، ولما بيحاول شين انه يخليه يبطل الحاجات الغريبه اللي بيعملها دي وانه حاسس ان البنت دي خطيره، فبيلاقيه بيقول له انهم هيكنسلوا حوار البضايع ودلوقتي هينقذوا الفتاه شين. والبنت بيستغربوا ولكن بيكون شرط ساكاموتو هو ان البنت تعمل له خبز اللحم لو تم انقاذها، ولكن اثناء ما بيتكلموا بينصدم بهجوم مفاجئ ساحق في وش ساكاموتو من قوه الركله، وشه بيبقى عجين وبيطير. هنا شين بيقلق جدا على ساكاموتو وبتقول للبنت عجبكم كده او لحق بكم الاذى. واول ما بتشوف مين الاشخاص اللي هجموا عليهم دول بننصدم وبتشوف الاتنين بيكونوا عكس بعض خالص. واحد بيقول انه ما ينفعش يهجم على غفله كده، والتاني بيقول ما فيش احلى من المفاجآت. وكمان اول ما بتلاقي هدفك فاول حاجه لازم تعملها هي انك تقتله، بيكونوا لسه عمالين يرغوا مع بعض. بينما شين في اللحظه دي بيكون مش فاهم هما مالهم شويه مجانين دول، وبتبدا شاوتانج تفهموا الموضوع وان دول بيكونوا سون هي وباتشو وانهم توأمين مختلين واللي بيحرصوا على قتل هدفين، وماتت على ايديهم جثث لا تعد ولا تحصى. وعندهم هوايه غريبه وهي انهم بيحبوا يرسموا رؤوس الجثث اللي قتلوها. واول ما التوأمين دول بيسمعوا الكلام ده واحد منهم بيقول اخوه ايه الجمدان ده احنا طلعنا مشهورين واحنا ما نعرفش. لما بيسالوا اخوه اذا كان مبسوط من ده او لا فبيقول له مبسوط ايه، ده عار علينا بصفتنا مختلين اننا مفتوحين ومعروفين. ولكن واثناء ما بيتكلم بنتفاجئ بشين بيهجم عليه وبيقول له عندك حق، ولكن ده بيصد هجومه بكل سهوله وبيقول له ايه هو موت صاحبك خلاك تكون متضايق قوي كده، ده انت حنين قوي بقى. هنا شين بيتريق عليه وبيقول له مين ده اللي مات يا حالتها، وبيبعد عنه وهو بيقول شكلك هاوي بما انك ما تعرفش مين هو العملاق ساكاموتو. وفي اللحظه دي بنتفاجئ بالشخص التاني بيجي من وراه بسرعه فتاكه، ولكن بننصدم بظهور الوحش اللي لسه قايل عليه الاسد العنيف التنين المجنح ساكاموتو بقوه جباره. بيجيب الواد تماما على الارض في مشهد اسطوري تحت ذهول ودهشه شاوتانج اللي مش مصدقه اللي عينها شايفاه، وبنشوف من قوه الضربه السطح بيتكسر بالاخ باتشو وبينزلوا الطبق اللي تحت. وهنا الاخ سون هي بتعجبه قوه ساكاموتو اللي بيقول له انت مين بالظبط، فبيقول له بكل فخامه مفيش احلى من الفطير المحشي. ولما بيقول له ايه بيقول له العب باليه قلبس بجنيه شيبسي وكاراتيه. وبنشوف المكان اللي هم فيه بيكون عباره عن مطبخ لمطعم، وبيقول باتشو وسون هي ان قوه ساكاموتو عجبتهم ولكنهم بيوعدوا بقتله. وبنشوف سون هي وهو بيطلب من شاوتانج انها تسلمه المفتاح، وفي المقابل بيوعدها انه هيخليها تموت في سلام، ولكن بما ان تذكار من عيلتها فبترفض رفض تام وانها مستحيل تديهوله حتى ولو على جثتها، فبيتضايق. وبنشوف هو بيقول ان ده نفس الكلام اللي قاله ابوها وامها قبل ما نقتلهم، وده بيخليه يحس بالخزي لان من الغبي اللي قارن حياته بمجرد شيء، وبيقول عليهم انهم ما بيتمتعوش بذره واحده من الكرامه. هنا الكلام ده بيضايق شاوتانج وبسبب ده بتهجم عليه، ولكن ساكاموتو بيلحقها وبيمسكها وبيرميها على الارض. ولما بتساله هو ليه عمل كده فبيقول لها شين انها غبيه، وبيفهمها انها ما تخليش الاستفزاز ياثر فيها كده. فبتقول له بحزن شديد ان جوه الخزنه دي بتقبع امال عائلتها المتراكمه، وعشان كده ابوها حاول يدافع عنها ولكن مات على ايد ناس ما عندهاش قلب زي دي. ولكن واثناء ما بتتكلم بنشوف هو بيهجم عليها بواحده من الكوناي، بس بنتفاجئ بساكاموتو بيقدر يمسكها ويمنع اذيتها. ولما بيساله سون هي هو ليه بيعترض طريقهم بالرغم انه هيخليها تقابل ابوها وامها في الاخره، فبيقول له ساكاموتو انت مش هتكرر حياه شخص تاني. وبنشوف نتيجه تصدي الكوناي ده بتجيب دم. هنا بتكون شاوتانج مصدومه منه من اللي بيعمله. لما بتساله هو ليه بيبالغ كده ساكاموتو بيسكت شويه، وبنشوف هو بيفتكر لما جاب هديه راس السنه لحبيبته اويو كان وقتها ساكاموتو مغطى بالدم، فقالت له يا اخي ارحم امي مش كل مره بقى. ولما قال لها ساكاموتو انه كان بيؤدي عمله مش اكتر فبتزعق فيه، وبتساله انه مش ملاحظ ان كده بيقتل الناس وانه ازاي يعمل حاجه فظيعه زي دي. ولما بيقول لها انه لولا عمل كده ما كانش قدر حتى انه يجيب لها الهديه دي، فبتقول له انها مش عاوزه هديه جايه من ورا قتل الناس. وبنشوف هي بتبعد عنه وبتقول له انها زهقت وان لو ما اتغيرش فهي مش هتقدر تكمل معاه. والبنت المجنونه بنشوفها وهي بتنط من فوق المكان، ووقتها ساكاموتو على طول انقض علشان ينقذها ومسكها، وهما الاثنين نزلوا على الارض مع بعض والناس كلها بتتلم حواليهم. ولكن لحسن الحظ بتكون الارض عباره عن تاج فما بيحصلش حاجه، وهي بتتصدم لان المكان عالي اكتر من ما كانت متوقعه. وبنروح لساكاموتو وبتقول له اهو زي ما شفت كده انت كنت هتحزن قوي لو كنت انا مت، عشان كده ما تاذيش حد. وهو ده بالظبط اللي بيحصل مع الناس بعد ما انت بتخلص على حبايبهم. وعشان كده بتمسك ايده وبتطلب منه انه يوعدها بانه ما يقتلش حد تاني، وهي دي هتكون قاعدتهم. وتعويضا للناس اللي قتلهم لحد دلوقتي فبتطلب منه انه من هنا يكمل حياته وهو بينقذ حياه الناس بدل قتلهم. ولما بنرجع للواقع بنشوف شين وهو قدر يقرا كل افكار ساكاموتو، بيكون متاثر باللي شافه لدرجه انه بيعيط، ولكن ساكاموتو بيقطعه وبيقول له من هنا ورايح مش عاوزك تقتل اي حد. بس في اللحظه دي بنشوف احد الطاقم وهو بيهجم على ساكاموتو اللي بنشوفه هو قادر على تفادي ضرباته بكل سهوله، لو ده كمان بيقدر يصدها. فبيبدل التوأم اماكن بعض، ولكن ساكاموتو مش همه اي حاجه وبيخطط
بيقاتله بالمعلقه. وبنشوف التاني هو بيقاتل شين اللي بيعمل له حركات جامده جدا، بيقدر هو كمان يتفادى الهجمات. ساكاموتو هو كمان بيتفادى الهجمات وبيعمل حركات بهلوانيه رغم وزنه، وكمان بيصد هجمات الكوناي بكل براعه. هنا قوه ساكاموتو بتعجب التوأم، بس بنتفاجئ بسون هي وبيقول لاخوه يلا بينا نبدا الهجوم الاول، فبيوافق. والغريب اننا بنشوفه بيعمل حركات غريبه وبسرعه كبيره بيبدا يهجموا على ساكاموتو في نفس الوقت، وبيفضلوا يضربوا عليه ضربات متتاليه وخارقه السرعه، وبيقولوا انهم هيحولوه للحمه مفرومه يا عجل. ولكن بنشوف ساكاموتو اصلا بيقدر يتفادى الهجمات بطريقه مجنونه جدا، وفي نفس الوقت منصور بيكون مسخره حرفيا، والطاقم بيخلص هجومهم. ولكن الصدمه ما يتفرقش وشهم حرفيا اول لما بيلاقوا ان مفيش ولا خدش على ساكاموتو. ولما بيروح شين علشانه فبيقول له ان رقبته اتشنجت، فبيديله ضماده علشان يخفف بها التشنج. وفي اللحظه دي بيكون التوأم في حاله جنون بان ازاي يراوغ الهجمات دي، وان الهجمات دي مستحيل يجنبها اصلا، ده غير حجمه الكبير. هنا بيتضايقوا وبيقرروا انهم يستخدموا هجومهم الاقوى. بيقولوا له انه ثالث شخص هيشهد الهجمه دي ولسه هيهجموا عليه. بنتفاجئ بساكاموتو ماسك الطاسه ومدي الواد بيها على قرعته، حرفيا بيجيبوا الارض، ولسه بيهجم عليه هو كمان. بيلاقي له كسر له سلاحه، والواد بيكون في حاله صدمه لان سلاحه ده من المفترض انه صلب جدا، وبيقول على ساكاموتو هو مين ده بالظبط. وهنا بيكون ساكاموتو حاسس ان ايده وجعته شويه لان ليه بدري ما رفعش حاجه تقيله، فبيجي له شين على طول وبيديله ضماده، حرفيا قمه الاستهزاء، لدرجه ان الواد خلاص ما بقاش عنده النيه انه يواجه الاثنين المجانين دول، وبيقرر يخلص مهمته وهو انه يقتل شاو تانغ. ولكن بيمسكوا شين من رقبته وبيفشخوا في الارض، وبيجي ساكاموتو هو كمان بالثلاجه وبيخلص عليه في مشهد قمه في الفخامه، لدرجه ان شاو تانغ نفسها بتكون مصدومه وبتقول مين الاثنين دول. فبياكل ساكاموتو في السلطعون كده وبيقول لها احنا مجرد عمال مش اكتر. فبتبتسم شاو تانغ. في نفس الوقت ده بنروح لرئيس شركه وهو متضايق ان الكنز موجود قدامه، بالرغم من ده مش عارف يفتحه، وبيقول لو حصلت على المفتاح فكل حاجه هتكون ملك. ولكن في اللحظه دي بنتفاجئ بساكاموتو وشين. شاو تانغ بيوصلوا المكان وهم بيرموا له الاثنين التوأم وبيقولوا له خد دول وقعوا منك. هنا الرئيس بينصدم ولسه هينده الحراس بتوعه، بنلاقي شاو تانغ بتيجي من وراه بخنجر على رقبته وبتقول له انه يخلص. ولما بيلاقي انها شاو تانغ بيترعب لانه خايف لا تقتله، وبيقعد يعتذر لها من الرعب، بيقول لها انه هيعمل كل حاجه هي عاوزاه. وفعلا بنشوفها بعد كده بتعمل من وشه احلى عجينه. وهنا شين بيعجبه الوضع، ولما بيقرر انه يجرب هو كمان بيضرب شويه، بيلاقي ساكاموتو كسر له رقبته تماما. ولكن بيطلع ده حصل في مخيلته، ساكاموتو مش هيحل شين يا جدعان. وشين بيقول له ارحم امي بقى، ارحم امك كفاياك. فبيقول له ساكاموتو انه يخف يعمل حاجات غير ضروريه. وبنشوف شاو تانغ بعد ما اتكيفت من ضرب الشخص ده، وبتقول ان الشخص ده لازم يقتل الغضب اللي جواه، والاهم من كده انه يعيش بسعاده، وده هو اللي اتعلمته من والدها. وبعد كده بنشوفها وهي بتروح علشان تفتح باب الخنزه، وفعلا بعد عناء بيفتح اخيرا، وبتزعق في شين وساكاموتو انهم ما يدخلوش قبلها. ولكن بيتفاجئوا اول ما بيلاقوا الغرفه مليانه حرفيا بالكنوز، وبنشوف كل واحد فيهم بيقعد يدور على حاجه. وعمنا ساكاموتو بيمسك طاقيه وبيحس انه ملك في نفسه كده، يا عم دي طاقيه مش تاج. بس في اللحظه دي بتلاحظ شاو تانغ فجاه شيء عليه رساله، وبتلاقي ان الشخص اللي كتب الرساله دي قايل فيها انه بيحب بنته جدا وبيتمنى انها تعيش حياه سعيده. شاو تانغ اول ما بتقراها بتبتسم وبتبكي في نفس الوقت، وعلى طول بتعرف ان الرساله دي من ابوها. وبنشوفها بعد كده وهي بتقعد تهزر مع شين وساكاموتو شويه. وبعدها بنشوف ساكاموتو وهو بيكون لسه زعلان على خبز اللحم اللي باظ، ولما بتستغرب شاو تانغ هي ليه بقت كده، فبيقول لها شين انت عبيطه يا بنت، انت هي السبب. ولكن بيطنشوا ده وبيقعدوا ياكلوا مع بعض وبيعجبهم جدا طعمه. وبعدها بيرجعوا للمتجر، وفي اليوم التالي بنشوف ساكاموتو هو شكله مصدع حبتين. ولما بيسالوا شين عن السبب فبيقول له ساكاموتو شكل ده بسبب الخبز اللحم البايظ اللي كلناه امبارح. ولما بيحاول شين انه يجيب له عصير ولا حاجه بنلاقي حد بيدخل عليهم المتجر، واللي بنتفاجئ انها بتكون شاو تانغ وناويه انها تشتغل هنا. ولما بيسالها شين هي بتعمل ايه فبتقول له ان ما عندهاش شغل وغير كده لازم تنفذ وعدها مع ساكاموتو انها تعمل خبز اللحم. فبيقول لها انت عبيطه، ده انت عندك ثروه تشتري بلد. فبيتقال له يا عم ما تهدى على نفسك كده، انا مش ناوي استخدم ثروتي في اي حاجه دلوقتي. ولكن بسبب صوتهم العالي ساكاموتو بيقول لهم خلاص يا اولاد الجزمه انا مصدع. بس في اللحظه دي بيقول شين لساكاموتو انه متاثر جدا بسبب اللي خلاه يتوقف عن القتال. ولما بيساله هو عارف ازاي فبيفهموا ان اثناء ما كانوا بيتقاتلوا اتسربت افكاره فقدر يقراها. ساكاموتو بيقول له خلاص طالما بقيت فرد من العيله فلازم تحترم قواعد ساكاموتو. وهنا شين لما بيقرا القواعد بيلاقي مكتوب في القاعده الاولى لازم عليه ما يقتلش حد، وبيقول له ساكاموتو خليك فاكر الكلام ده علشان لو قتلت حد انا اللي هقتلك. شين بيقول له ايه يا عم انت بتناقض كلامك ليه كده؟ فبيقول له انا اللي حطيت القواعد وانا اللي متحكم فيها. وفي اللحظه دي بنروح لاحدى المنظمات وبنصدم انهم حاطين مكافاه على ساكاموتو بمليار ين ياباني. وبس كده، لو عايزين تعرفوا ايه اللي هيحصل في الفيديو الجاي اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس ووصلوا الفيديو ده 10000 لايك وصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. واتمنى الفيديو يكون عجبكم واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.